الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الكرام ولأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها ولموتانا وموتى المسلمين لهم منا جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك من خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. بدنا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أصحاب المقامات العلية. أما بعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام ونتحدث إليكم من السرادق المقام تكريما لروح طاهرة صعدت إلى رب غفور، ونحن في ضيافة السادة الأعلام أصحاب الواجب والأدب في كل مكان آل حماد الأكرمين، حيث اجتمعنا سويا في هذه الليلة القرآنية المباركة مشاركة ومواساة للعائلة الكريمة في ليلة تكريم رمز من رموز الواجب والأدب في كل مكان وعلم من أعلام هذه البلدة الطيب وأهلها، المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج مصطفى عبد الحميد حماد عليه رحمات الله. يشاركنا في هذه الليلة بكبرى الإنارات الضوئية وبفخر الإذاعات المصرية وبإحدى كبرى قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة سرادقات جمهورية مصر العربية، إحدى كبرى الشركات العالمية الأولى المتخصصة في إنارة وإقامة قصور الضيافة المتنقلة وتنظيم جميع الحفلات والمناسبات الدينية وغيرها بعموم جمهورية مصر العربية التي يتشرف بإدارتها الحاج أمير البحيري أحد عمالقة الفراشات الذهبية والإنارات الضوئية بجمهورية مصر العربية وعميد مقاولي أعمال الفراشة والكهرباء بمركز ومدينة تلا بمحافظة
المنوفية. ونحيط علم سيادتكم بأنه ستشاهدون هذه الليلة القرآنية المباركة كاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر إحدى كبرى قنوات اليوتيوب العالمية التي يتشرف بإدارتها الباشمهندس أحمد أبو داود كبير مصوري الحفلات والمناسبات الدينية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لكي نعطر هذا المكان وننظف الآذان بخير كلام ينطق به اللسان ألا وهو القرآن. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بالدول العربية والإسلامية الذي يشرفنا دائما ونفتخر به دائما بالمحافل الدولية والمحكم الدولي في جميع مسابقات القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي كله، قارئ الأعتاب الطاهرة ومعلم الأجيال فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قد تلاوتي بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والمقيم بسبرباي مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. ندعو لصاحب الفضيلة بالتوفيق والتجلي ولنا ولكم حسن الاستماع فمع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا موجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن كتابا مودلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن
وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا موجلا كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا سويا إلى آيات بينات من القرآن تلاها علينا فضيلة قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بالدول العربية والإسلامية والمحكم الدولي بجميع مسابقات القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قطب تلاوتي بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والمقيم بشبرباي مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. شاركنا في هذه الليلة بكبرى الإنارات الضوئية وفخر الإذاعات المصرية وكبرى قصور الضيافة المتنقلة، إحدى كبرى الشركات العالمية الأولى المتخصصة في إنارة وإقامة قصور الضيافة المتنقلة التي يتشرف بإدارتها الحاج أمير البحيري عميد مقاول أعمال الفراشة والكهرباء بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية. كبرى الخدمات السياحية والفندقية إدارة المتر حسن الصعيدي عميد الخدمات السياحية والفندقية بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية. كل ما هو جديد في عالم الفيديو والتسجيلات المرئية والمسموعة إدارة الباشمهندس أحمد أبو داود كبير مصوري الحفلات والمناسبات الدينية بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. نيابة عن العائلة الكريمة وجميع أنسابهم وأصهارهم نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى وسعى إلى هذا المكان لتأدية واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما زال المكان متعطرا بقراءة القرآن. امتدادا لهذه الليلة القرآنية المباركة نستمع سويا الآن إلى آيات بينات من القرآن يتلوها علينا فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وعلم من أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، فضيلة القارئ الشيخ عصام الصاوي أبو زيد القارئ والمقيم بقرية دراجيل مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية. ندعو لصاحب الفضيلة بالتوفيق والتجلي ولنا ولكم حسن